ثم بعد ذلك تكبر للسجود. ولا بد من أمرين في حال سجودك. الأمر الأول أن لابد 7 أعظم تكون على الأرض، الجبهة والأنف هذا عظم واحد، والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ما الذي يفعله بعض الناس؟ يضع جبهته ويرفع أنفه، هذا عند بعض أهل العلم لا يصح له السجود، فلا بد جبهتك وأنفك على الأرض. نعم. بعض الناس ماذا يفعل؟ يضع إحدى القدمين على الأخرى في حال سجوده. لا، غلط هذا، لا بد أن تكون أصابعكم منثنية على الأرض. ومن السنة أن تقارب بين قدميك، هذا من السنة، كما دل على ذلك حديث عائشة الذي خرجه مسلم في صحيحه. هذه الأعظم 7 لا بد تكون كلها على الأرض. الأمر الثاني أنك تطمئن، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لماذا لم تصح لهذا الرجل الذي صلى بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة مع أنه 3 مرات وهو يعيد؟ لأنه لم يطمئن. فبعض الناس ينقرها نقر، السجود ينقر نقر، هذا ما تصح الصلاة بهذه الطريقة. فلا بد أن تطمئن وتقول وأنت مطمئن سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى.